شخصية فائقة الثراء خلقا وعلما وفكرا. برقتها ورقيها أصبح لها رصيد هائل من الأصدقاء والمحبين. صاحبة رؤية وفكر عظيم. هي الأستاذة الدكتورة وفاء سمير، أستاذ الفلسفة الإسلامية والأخلاق بكلية البنات جامعة عين شمس. ولدت وفاء سمير علي طلبة في 13 من سبتمبر عام 1961 بمحافظة الجيزة. حصلت على درجة الليسانس والآداب في الفلسفة من كلية البنات جامعة عين شمس عام 1983 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف الأولى على دفعتها. حصلت على ماجستير الفلسفة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عام 1991. حصلت على الدكتوراه في الآداب تخصص الفلسفة الإسلامية والأخلاق بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية البنات جامعة عين شمس. عملت معيدة بكلية البنات جامعة عين شمس، وتدرجت في سلك هيئة التدريس إلى أن أصبحت أستاذا مساعدا. لها إسهاماتها الفعالة بالعمل المجتمعي البيئي والوطني والجمالي من خلال إقامتها ومشاركتها العديد من الندوات. أشرفت على عشرات الرسائل العلمية لدرجتي الماجستير والدكتوراه في مجالات الفلسفة والأخلاق. قامت بتأليف ونشر عدد من الكتب العلمية المتخصصة، منها القيم الأخلاقية ومشكلاتها في الفكر الفلسفي، القيم والتكنولوجيا، فلسفة القيم في الفلسفة الإسلامية، موضوعات إنسانية لرؤى فلسفية. كما قامت بنشر عدد من البحوث العلمية في مجالات الفلسفة والأخلاق، منها اللذة عند بديع الزمان، أخلاقيات التعامل مع الحيوان في الفلسفة التطبيقية. حصلت على العديد من التكريمات من الجامعات المصرية. إنها الأستاذ الدكتور وفاء سمير، أستاذ الفلسفة الإسلامية والأخلاق بكلية البنات جامعة عين شمس. أحبت الفلسفة وهي مؤمنة بأنها علم إنساني بحت لا يمكن تعلمه، ولكن يمكن تعلم التفكير بطريقة فلسفية. فالفلسفة تعمل على إثارة الوعي النقدي داخل الإنسان ليطرح السؤال ويبحث عن الإجابة. عملية البحث تلك تقضي بأن يكون الشخص صبوراً محباً للمعرفة. الأستاذة الدكتورة وفاء سمير، أستاذ الفلسفة الإسلامية والأخلاق بكلية البنات جامعة عين شمس. نبدأ كلامنا مع حضرتك ببداياتك وحبك لعلم الفلسفة وتفوقك بقسم الفلسفة بكلية البنات جامعة عين شمس. يا ترى إيه أهم ذكرياتك في الجامعة؟ مين أهم الأساتذة اللي أثروا في مسيرتك العلمية؟ هي ذكرياتي بدأت من أول ما التحقت بالكلية. كنت لسه طالعة من الثانوية العامة خايفة زي أي حد بيبقى في السن ده. ما كنتش عارفة أدخل قسم إيه، ما كانش في دماغي خالص قسم الفلسفة. وبعدين فوجئت إن في تنسيق داخلي. رحت لرئيسة قسم الفلسفة، ودي أستاذتي وأول واحدة أثرت فيا الأستاذة الدكتورة فوقية حسين محمود، الله يرحمها. رحت مكتبها علشان أسألها أدخل إيه، فاتكلمت معايا. فالمهم هي استشعرت فيا إن أنا ممكن أبقى كويسة في القسم ده. قالت لي أنا حاسة إن أنتي لو دخلتي القسم ده تتفوقي. كان ساعتها قسم الفلسفة والاجتماع قسم واحد، فبندرس مع بعض فلسفة واجتماع. وكان بالصدفة في مكتبها الأستاذ الدكتور محمد كمال جعفر. كان برضو قال لي أنا بنتي اسمها وفاء وعايزك تخشي قسم الفلسفة علشان تبقي حفيدة ليا في القسم ده. المهم حصل تشجيع وأنا دخلت فعلا القسم وبدأت أدرس اجتماع وفلسفة مع بعض. وفي سنة تانية المفروض إن أنا أتخصص، لا أدخل فلسفة لا أدخل اجتماع. كان عدد الطالبات في قسم فلسفة كنا 15،
فأنا حبيت جدا إن عددنا يبقى صغير، لأن كنت لسه عندي الخوف والمهابة برضو من المجتمع الجامعي رغم إن إحنا بنات بس. فحبيت إن أنا أدخل قسم فلسفة في البداية على أساس إن العدد قليل، لكن بعد كده لقيته متوائم جدا مع تفكيري ومع أهوائي ومع منطقي في الحياة، لأني أنا من النوع اللي بفكر كتير وبربط الأحداث ببعضها، وبستخدم كلماتي بطريقة محددة، يعني كلماتي كلها تحمل معنى واحد. ما بحاولش أبرر كلامي لحد، أنا بتكلمه بالمعنى الصحيح، هو يفهمه على حسب ثقافته، على حسب بيئته، دي حاجة ترجع له، أنا مش مطالبة أبرر لحد. فلقيته متوائم معايا مع تفكيري. تفوقت فيه في سنة تانية، جبت جيد جدا، تالتة جيد جدا، رابعة جيد جدا، وكنا 3 على مستوى القسم الأوائل، أنا و2 زمايل ليا اتعيننا مع بعض. ويعني كان أحلى سنوات عمرنا كانت في دراسة ال4 سنين دول. من الشخصيات اللي أثرت فيا برضو الدكتور صلاح كنسوة، كان أستاذ منتدب، والدكتور عاطف العراقي رحمة الله تعالى عليهم. دول الأساتذة كانوا بيجونا بيدرسونا بعض المواد، وكان ليهم تأثير قوي علينا. أساتذتي من الكلية الدكتورة فاتن عبد العظيم، والدكتورة سعاد عبد الرازق، والدكتورة سهير فضل الله، الدكتورة سهام النويهي، من أكبر الأساتذة والمؤسسين لقسم الفلسفة بكلية البنات جامعة عين شمس. اتعلمت على أيديهم العلم والفلسفة. حبيت الفلسفة أكتر لأن الأساتذة دول على درجة عالية من الخلق ومن التواضع ومن الاحتواء ومن الإنسانية. فكنت سعيدة جدا بأن أنا اتعلمت على أيديهم، وسعيدة أكتر أن أنا تخصصت في هذا القسم. عايزين وقفة مع موضوعات رسالة ماجستير والدكتوراه اللي حضرتك عملتيهم. رسالتي في الماجستير كانت المنهج الجدلي عند الأشاعرة، وكنت بحاول أثبت من خلال الرسالة إن الأشاعرة عندهم منهج جدلي يستطيعوا كفرقة كلامية إن هم يجادلوا، والجدال اللي قايم على الحق وليس على الباطل، الملتزم بآداب الحوار وآداب النقاش. وأثبتت في نهاية الرسالة إن هم امتداد لأهل السنة، رغم إن هو في الأول كان في اختلاف في التفكير شوية، لأن هم بيعتمدوا على النقل كلية كفرقة كلامية، وبعدين يأكدوا كلامهم بالجانب العقلي. وبعد كده في رسالتي في الدكتوراه كانت القيم الأخلاقية في القرآن والسنة، وساعتها أفتكر إن المناقش الدكتور عبد المعطي بيومي عميد كلية العقيدة بجامعة الأزهر كان المناقش ليا، وأشاد بالرسالة وقال لي أنت عندك جرأة كبيرة جدا إنك تعملي الرسالة زي ديت وتتكلمي عن القرآن والسنة في مقابلة المذاهب أو في مقابل المذاهب الفلسفية، لأني أثبتت أن القيم الأخلاقية اللي موجودة في القرآن والسنة تتسم بالثبات والاستمرارية، ودي واخداها من سمة القرآن نفسه، أن القرآن والدين الإسلامي دين عالمي يصلح لكل زمان ولكل مكان، وبالتالي القيم اللي مذكورة في القرآن والسنة تتسم بنفس السمات اللي بيتسم بيها الدين الإسلامي. وكانت المشرفة عليا في رسالتي الماجستير والدكتوراه الأستاذة الدكتورة سهير فضل الله أبو وفي. دراستك وتدريسك للفلسفة أثرت تأثير كبير في منهجك وطريقة تفكيرك، وطبعا كان ليها تأثير كمان على حياتك إنسانيا وعمليا وعلميا. يا ريت حضرتك تكلمينا عنه.
الفلسفة علمتني، يعني هي كانت متفقة مع صفاتي وسماتي الشخصية من الأول. أنا من النوع اللي بسمع كويس، أقعد ساكتة كتير يعني، والسكوت ده بيبقى استماع وفهم وإدراك وتحليل للكلام اللي بيحصل حواليا وللشخصيات اللي بتحصل حواليا. أثرت كمان إن أنا ما يبقاش عندي حكم سريع على الأفراد ولا على المواقف، لازم أتأنى وأشوف من الشخص أو من الفعل اللي قدامي كذا موقف علشان أدي في النهاية حكم ممكن يكون صائب، وأقول لنفسي إن أنا فعلا عندي قدرة على فهم الشخصيات اللي قدام. بقيت محددة أكتر في كلماتي، عندي ثقة في رؤيتي، عندي قدرة على التحليل والنقد، لأني الفلسفة خلتني يبقى عندي اطلاعات كتيرة وأقرأ كتير جدا في مختلف التخصصات. أنا مش أستاذ في الفلسفة فقط، ولكن أنا بحضر سيمينارات تخص تاريخ وتخص عربي وتخص إعلام وتخص تخصصات كتيرة جدا وعلم النفس، وبحضر مؤتمرات وندوات علمية. ده كله بيعمل لي ثراء فكري، وبيديني كم من المعلومات ومن المفردات اللغوية اللي تمكنني إن أنا أقدر أقعد في أي مكان وأبقى واثقة من نفسي إن هقدر أتكلم، هقدر أنقد، هقدر أحلل، هقدر أدي حلول. لأن مش الفكرة إن أنا أنقد وخلاص، لا، إن أنا كمان أدي حلول لموقف، هو ده الأحسن وهو ده الأقدر، لأن أي حد يستطيع إنه ينقد نقد سلبي وخلاص. تقول الأستاذة الدكتورة وفاء سمير أن أهمية التسامح تكمن في أنه ذو بعد وجودي وضرورة من ضرورات الوجود نفسه، ومما يؤكد ذلك أن سنة الوجود قد اقتضت أن يكون وجود الناس على الأرض على شكل تجمعات بشرية متباينة في العرق والدين والبيئة والثقافة. الأستاذة الدكتورة وفاء سمير، أستاذ الفلسفة الإسلامية والأخلاق بكلية البنات جامعة عين شمس، كلمينا عن التسامح في الفكر الفلسفي وأثره في نبذ التعصب والإرهاب. التسامح ضرورة كونية، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا ومختلفين، مختلفين في كل شيء علشان نكمل بعض، احنا مش كوبي وبيست من بعض. دي ضرورة كونية، الاختلاف وسنة الحياة الاختلاف. يقول الله سبحانه وتعالى: إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. الفرق بين إنسان وإنسان التقوى. فالتسامح من أجل نبذ العنصرية ونبذ التفرقة والفرقة بين الناس على أساس الجنس، على أساس النوع، على أساس التوجه السياسي، التوجه الاجتماعي، الديني، اللون، الكلام ده كله. طبعا احنا بنعاني دلوقتي، والعالم اللي احنا عايشين فيه والواقع المعاصر اللي احنا عايشين فيه بيشهد صراعات كثيرة جدا نتيجة لعدم التسامح مع الآخر. الآخر ممكن يكون إنسان، ممكن يكون وطن، ممكن يكون فكرة، ممكن يكون أي شيء الآخر. فأنا لازم أكون على قناعة بإني أقبل الآخر زي ما هو، مثلما هو يقبلني أنا كمان زي ما أنا. فالتسامح هو اللي بيساعد على إن الناس تعيش مع بعض في سلام وأمان، وننبذ الحروب وننبذ الخلافات والعنف والإرهاب اللي احنا عايشين فيه. يعني هي دعوة من خلال هذا البرنامج للتسامح ما بين الناس بعضها وبعض، وإن احنا نقبل، كل منا يقبل الآخر على ما هو عليه. إيه هو مفهوم التسامح الفكري والحضاري عند ابن رشد؟
ابن رشد يعتبر من أعظم الفلاسفة الذين تحدثوا عن التسامح الفكري والحضاري إلى جانب الكندي والفارابي، لأن ابن رشد كان عنده رؤية تنويرية عظيمة جدا وليه رؤية مستقبلية في كتاباته. فابن رشد تحدث عن التسامح الفكري والحضاري من خلال قبول الفلسفات الأخرى. الفلسفات الأخرى بتتمثل مثلا في الفلسفة اليونانية. الفلسفة اليونانية بداية هي كانت أساس الفلسفة، كانت هي الفلسفة اليونانية. فبعض الفلاسفة أخذوا من الفلسفة اليونانية وحاولوا أن هم يعملوا عملية توفيق وصياغة للكلمات وصياغة للفكرة، وخصوصا الفلاسفة المسلمين. يعني اتهموا الفلاسفة المسلمين بأن هم بيحاكوا الفلسفة اليونانية. احنا الفلسفة الإسلامية مش بتحاكي، لأن كل فلسفة بتعبر عن البيئة اللي هي نشأت فيها، والدين والفلسفة الإسلامية إذن بتعبر عن البيئة الإسلامية وعن المعتقد الديني الإسلامي. ابن رشد لم ينكر فضل الفلاسفة اليونان، وإنما أخذ منهم وحاول إن هو يعمل عملية توفيق ويضيف ويجدد ويكمل، وده أساس الحضارة. أي حضارة تراكمية ما بتقومش على عنصر واحد. الفلسفة اليونانية بدأت، فتيجي الفلسفة الإسلامية تاخد وتكمل وتصحح وتستخدم مصطلحاتها وتستخدم عقيدتها ومفاهيمها علشان يكمل. فعمل ابن رشد عملية توفيق فيما بين الفلسفة والدين، لأن هناك من الفلاسفة المسلمين أنفسهم من أنكر على ابن رشد الفلسفة وكفره وأمر بحرق كتبه كلها. فطبعا هو كان بيحاول أن يثبت أن طريق الفلسفة ليس ببعيد عن طريق الدين. الدين بيأمرنا بضرورة التفكير والتأمل والتدبر، والفلسفة ما هي إلا تأمل وتفكر وتعقل في كل الأمور حوالينا عشان نوصل إلى الحقيقة وإلى المعرفة الحقيقية. حضرتك ازاي بتشوفي جدلية الأنا والآخر عند فلاسفة الغرب وفلاسفة المسلمين؟ الأنا والآخر، يعني لو قلت ماركس مثلا، الآخر بالنسبة له هو صاحب العمل. سارتر الآخر بالنسبة له قال لا أنا هو ولا هو أنا، لأنه بيؤمن بنفسه. ميكيافيلي شاف أن الآخر هو المحكوم المقهور اللئيم، بعكس الماوردي بقى. الماوردي شاف الآخر ده هو إنسان زيه لازم إن احنا نتكيف معاه ونتعامل معاه، لأن هذا الآخر ليه صفاته وليه سماته اللي يجب ان انا اقبلها زي ما هو يقبلني، وليه نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات. فبالتالي الاخر ليس غريبا عني، لازم من التعايش او لابد من التعايش معه والتعامل معه بكل الوسائل المعيشية العادية جدا اللي فيها تسامح وفيها إخاء وفيها رحمة وفيها حب وفيها سلام. تؤكد على أن حقوق الإنسان هي حقوق نتمتع بها جميعا لمجرد أننا من البشر، ولا تمنحنا إياها أي دولة. وهذه الحقوق العالمية متأصلة في جميع البشر مهما كانت جنسيتهم أو نوعهم الاجتماعي أو أصلهم الوطني أو العرقي أو لونهم أو دينهم أو لغتهم أو أي وضع آخر. الأستاذة الدكتورة وفاء سمير، أستاذ الفلسفة الإسلامية والأخلاق بكلية البنات جامعة عين شمس، إيه هي حقوق الإنسان بصفة عامة من وجهة نظر الفلاسفة غربا وشرقا؟ هي حقوق الإنسان حقوق عالمية، ما نقدرش نصنفها من ناحية فلاسفة في الشرق ولا فلاسفة في الغرب. حقوق الإنسان حقوق
حقوق فطرية الإنسان بيولد بيها: حق الحياة، حق الرعاية الصحية، حق التعليم، حق اختيار الجنسية، الحرية في التعبير عن الرأي، في التوجه السياسي، في التوجه الديني، في التملك، في التنقل، في كذا في كذا. وهي حقوق أقرتها هيئة الأمم المتحدة واعتمدت يوم عالمي لحقوق الإنسان هو 10 ديسمبر 1948. والحقوق دي بتطبق على كل الناس في كل مكان، ما عدا طبعا الإنسان العربي. احنا شايفين ان في ازدواجية رهيبة ما بين الحقوق التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة وما بين الواقع الفعلي المعاش. وخير ما مترجم لما أقوله هو ما يحدث في فلسطين تحت مسمع ومرأى من العالم كله. كلمينا عن نظرة الفلسفة لحقوق المرأة. الحقيقة قبل ما أقول الفلسفة، الدين ادى للمرأة كامل حقوقها، ولكن الإنسان دايما هو اللي بيضيع حقوقه، وبعد كده ندور عليها ازاي ناخدها تاني. فالدين ادى للمرأة حقوقها بشكل كامل، الله سبحانه وتعالى، لأنه المرأة هي في الأول وفي الآخر إنسان والرجل إنسان. إذن هو لما تكلم الله سبحانه وتعالى عن الحقوق تكلم عن حقوق الإنسان بشكل عام. الفلاسفة هناك من أنكر على المرأة حقوقها، وهناك من أعطى للمرأة حقوقها. في فلاسفة نظروا للمرأة على إنها جسد وعلى إنها شكل، وفي فلاسفة زي ابن سينا وزي ابن رشد وغيرهم من الفلاسفة أعطوا للمرأة مكانتها التي تليق بها انطلاقا من العقيدة الإسلامية ومن الدين الإسلامي، وبالتالي ادوا للمرأة مكانتها وحقوقها كاملة غير منتقصة مثلما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. من وجهة نظر حضرتك ايه هي رؤية الفلاسفة لعالم الطفل وحقوقه ومخاطر حرمانه منها؟ الحقيقة برضو بأكد تاني على ابن رشد وابن سينا من الفلاسفة اللي أكدوا على حقوق الطفل، وإنها لابد أن يأخذ حقوقه غير منقوصة، قبل ما برضو هيئة الأمم المتحدة تفعل يوم لحقوق الطفل أو تطلع وثيقة أو ميثاق لحقوق الطفل. الدستور المصري 2014 شرع إن للطفل حقوق، والطفل لغاية سن هو يعتبر طفل لغاية 18 سنة ليه حقوق، ولابد أن يعامل معاملة تليق به وبتكوينه الجسدي. حتى لو كان هذا الطفل بيرتكب جريمة لابد من يعني إذا كان في مساءلة ليه أو احتجاز ليه يكون بطريقة آدمية تليق أو تتناسب مع طفولته، يحتجز لوحده مش مع البالغين. إذا في ضرورة إن الطفل يشتغل لابد أن يعمل عمل يتناسب مع قوته الجسدية. لابد من العدالة والعدل في الأسرة ما بين الأطفال بعضهم وبعض، لأن عدم وجود عدالة في المعاملة ما بين الأبناء بيؤدي إلى الكراهية. وبالتالي نبه علم النفس على ضرورة العدل في المعاملة ما بين الأولاد بعضهم وبعض، وكذلك أكد على هذا وأيد هذا الفلاسفة. وزي ما قلت لحضرتك ابن سينا وابن رشد من الفلاسفة الذين تحدثوا عن التسامح مع الأطفال، كيفية التسامح مع الأطفال، وعن العدل في المعاملة ما بين الأطفال بعضهم وبعض في الأسرة، حتى ينشأ الجميع على الحب وعلى السلام وعلى الاحترام وعدم الكراهية وعدم البغض. بنشاهد في المجتمع دلوقتي حالات كتيرة من الانفصال الأسري وكراهية الأبناء بعضهم لبعض نتيجة للتمييز من الآباء والأمهات لواحد من الأبناء أو لواحدة من الأبناء دون الأخرى، وده بيعمل نوع من الكراهية بنجني ثماره في المجتمع ككل، لأن المجتمع بيتكون من عدة أسر. لما كل أسرة فيها 2 بيكرهوا بعض، إذن المجتمع كله هيبقى هنطلع بحصيلة من الكراهية
تحكم العلاقة ما بين الناس بعضها وبعض. تعرف الفلسفة الإسلامية على أنها أحد فروع الدراسات الإسلامية. فائدتها الأساسية هي محاولة تحقيق الانسجام بين تعاليم الدين الإسلامي التي تمثل الإيمان والفلسفة التي تمثل العقل. والفلسفة الإسلامية أيضاً نشاط فلسفي قام في البيئة والأوساط الإسلامية، وقد ركزت الكثير من المناقشات الفلسفية المبكرة في الفلسفة الإسلامية على مسألة التوفيق بين العقل والدين. الأستاذة الدكتورة وفاء السمير، أستاذ الفلسفة الإسلامية والأخلاق بكلية البنات جامعة عين شمس. الفلسفة في الإسلام مفهومها إيه وتاريخها وإزاي بدأت وقدرنا إزاي إن احنا نتعرف عليها؟ الفلسفة الإسلامية بدأت بعد الفلسفة اليونانية. الفلسفة اليونانية كانت هي اللي ليها الصدارة الأول، وكان ليها الأثر الكبير. بعد كده بدأت تنتشر في البلدان اللي على سواحل البحر الأبيض المتوسط. كان سواء كان في البلدان اللي هي فيها منتشر فيها الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية. بدأت بعد كده بعض الوثنيين يناقشوا أصحاب هذه الديانات. أصحاب هذه الديانات ومنهم الإسلامية مثلا المسلمين كانوا بيرفضوا التأويل الباطن، هم بياخدوا بالظاهر بس ظاهر النص القرآني. فبدأ لما يناقشهم أصحاب الديانات، أصحاب التوجهات الوثنية والديانات الوثنية، فكانوا مش عارفين يردوا عليهم، مش قادرين يجاروهم، فاتبعوا بعد كده أو لجأوا إن هم يتعلموا المنطق علشان يقدروا يناقشوهم ويحاوروهم ويدافعوا عن العقيدة بتاعتهم ضد افتراءات الوثنيين. ومن هنا بدأت تظهر الفرق الكلامية زي المعتزلة والأشاعرة والشيعة وأهل السنة، ودي اللي خدوا برضو في البداية وقت كده مش عايزين يدخلوا العقل قوي في الموضوع اعتمادا على النص، وبعد كده بدأوا يلجأوا إلى الربط ما بين النظر العقلي والنص القرآني، وده ما فيهوش أي مفارقة ولا أي مغالطة، لأن ربنا زي ما قلت أمرنا بضرورة النظر والتعقل والتدبر، والنظر والتعقل والتدبر مش هيكون بشيء إلا بالعقل. من هنا كانت بداية الفلسفة الإسلامية، وبدأت تناقش موضوعات في البداية كانت موضوعات من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام والتفاف الصحابة حوله لما كانوا بيتحدثوا عن الميعاد وعن الساعة وعن القرآن مخلوق ولا مش مخلوق، وعن الحرية وهل أنا حر ولا مجبر. دي كلها كانت موضوعات يعني تفتق عقل المفكر المسلم إلى هذه الموضوعات وبدأ يناقشها بعد كده. ومن هنا ظهرت الفلسفة الإسلامية بخصائصها الإسلامية التي تميزها عن غيرها من الفلسفات. حضرتك كتبتي بحث تحت عنوان ابن سينا بين العدالة الإلهية والعدالة الإنسانية، حقوق وواجبات. ممكن حضرتك تكلمينا تفصيلا عن هذا البحث وإيه أهم ما جاء به؟ بالعدل قامت السماوات والأرض. فحبيت في هذا البحث أن أتحدث عن عدالة الله سبحانه وتعالى، ثم أتحدث عن العدل الذي يجب أن يكون سلوك للإنسان في الحياة التي يحياها. الله سبحانه وتعالى خلقنا وإدانا العقل اللي بيه نستطيع أن نميز بين الخير والشر، بين الصح والخطأ. أرسل لنا الرسل والديانات السماوية علشان يساعد الإنسان على المعرفة وعلى الفهم، لأن العقل في أمور كتيرة بيكون قاصر، لا يستطيع أن يفهم كل الأمور أو يتعدى بعض الأمور اللي هي الأمور الميتافيزيقية. وهنا بتيجي دور الأديان اللي بتوضح هذه الأمور. فده من عدل الله سبحانه وتعالى ورحمته بالإنسان إنه يديله كل الأسباب اللي تساعده على المعرفة الصحيحة وعلى التعلم علشان يستطيع أن يختار بحرية
وبإرادة إرادته هو الخاصة، وبالتالي يتحقق العدل الإلهي. مش ممكن ربنا يخلق الإنسان ويخلق له أعماله ويجبره على فعلها ويجي بعد كده يحاسبه عليها بالجنة أو النار. تعالى الله عن ذلك، يكون ظالم. ولكن الله عادل، وهو عادل ده صفة من أفعاله العدل، واسم من أسمائه الحسنى. فعدل الله يقتضي إن هو يحاسب الإنسان على الأعمال وعلى الأفعال اللي بيعملها بكامل إرادته وبكامل اختياره. عشان كده بنفرق في أعمال الإنسان بين الأعمال الاختيارية والأعمال الاضطرارية. الأعمال الاختيارية اللي بتختارها بإرادتك واختيارك، وبالتالي بتكون مسؤول عنها، محاسب عليها بالخير بالجنة أو بالنار، بالسعادة في الدنيا أو بالشقاء في الآخرة. الأفعال الاضطرارية اللي انت مش مسؤول عنها، زي ما حد تكلم واحد وشه يحمر، أو واحد يسخن أو يبرد، أو ينام أو يقوم، دي كلها حاجات مش إرادية، مش بإرادته، وبالتالي لن يحاسب عليها. ده عدل الله سبحانه وتعالى. فهو ساعدنا بكل الوسائل والطرق اللي نقدر نتعلم ونعرف ونختار، وبالتالي نكون مسؤولين. نيجي لعدل الإنسان. عدل الإنسان يقتضي إن الإنسان هنا لازم يعرف علشان يكون أمين مع نفسه، علشان يكون يستحق لقب إنسان. إنسان بدون علم وبدون معرفة زيه زي بقية الكائنات الأخرى. فعدل الإنسان يقتضي كمان إن هو يكون محب للآخر، متسامح للآخر. على فكرة كل موضوعات أبحاثي تراتبية، يعني مترتب كل منها على الآخر. بتكلم عن كذا، بعديها بتكلم عن موضوع تاني يؤكد الفكرة اللي كانت في بحث آخر، وهكذا. فعلشان كده بتكلم عن العدل هنا الإنساني، اللي هو يقتضي التسامح، يقتضي الحب، يقتضي السلام والأمان اللي نعيش فيه مع بعض. ابن رشد أما اتكلم عن العدل الإنساني هنا، اتكلم عن العدل في الأسرة، رب البيت إزاي يكون عادل مع زوجته، إزاي يوفر لها الحماية والأمن والأمان، إزاي يوفر لها طلباتها، في مقابل إن هي كمان مسؤولة ومطالبة بواجبات عليها. اتكلم عن العدل مع الخادم، لو عندي خادم في البيت ده ليه حقوق زي ما عليه واجبات. اتكلم عن العدل زي ما قلت من شوية في التعامل مع الأبناء، ازاي اتعامل معاهم بعدل كلهم زي بعض. اتكلم عن العدل في المجتمع ككل، لابد أن تكون في عدالة في تطبيق القوانين. وعشان كده بنقول إن ابن رشد عنده رؤية تنويرية وعنده نظرة تنويرية، لأنه أول من تحدث عن حقوق المرأة في المجتمع الإسلامي، ومن الفلاسفة المسلمين الذين تحدثوا عن حقوق المرأة وأعطوها حقوق لم يعطيها المجتمع المعاصر الآن. فابن رشد ليه مكانة كبيرة جدا في الفكر الفلسفي الإسلامي والفكر التنويري أيضا. عايزين نتوقف مع حضرتك عند مفهوم الحياء عند ابن قيم الجوزي وأثره في الواقع المعاصر. يعني ما أحوجنا إلى الحياء؟ نحن نعيش الآن في عصر انعدم فيه الحياء. ابن قيم الجوزية تحدث عن الحياء، والحياء يعني الالتزام والحشمة، وهو ضد الوقاحة. فرق ابن قيم الجوزية بين الحياء والخجل. الحياء لا يصدر إلا من الشخصية القوية، الشخصية العارفة بما يصح وما لا يصح. الحياء لا يصدر إلا من الشخصية المتزنة، بعكس الخجل لا يصدر إلا من الشخصية المهزوزة الغير متزنة الخجولة، التي لا تستطيع أن تواجه الآخر ولا تواجه المجتمع، ليست لديها رؤية ولا رأي ولا أي شيء. فابن قيم الجوزية لما تحدث عن الحياء
تحدث عن الحياء من منطلق أن الحياء لا يتعارض مع المدنية، لا يتعارض مع التقدم الذي يعيشه الإنسان الآن. الحياء لا يتعارض مع القيم الإنسانية الحداثية، ولا يتعارض مع الحرية الشخصية، لأن البعض يتشدق ويقول كلما حدثت عن تصرفاته التي تتسم بعدم الحياء يقول لك دي حرية شخصية. لا، هي مش حرية شخصية. طالما انك بتعتدي عليا سواء في سمعي، في بصري، في رؤيتي، فانت تعديت حدود الحرية الشخصية. فالحياء ليه أثر كبير جدا على المجتمع وعلى الأسرة. الحياء رأس مكارم الأخلاق، الحياء كله خير. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا لم تستحي فافعل ما شئت. وفي حديث قدسي عن رب العزة يقول: ما أنصفني عبدي يدعوني فأستحي منه ويعصيني ولا يستحي مني. الحياء كله خير. الحياء لا يأتي إلا بالخير بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للأسرة وبالنسبة للأفراد. التفسخ الأسري اللي احنا عايشين فيه دلوقتي والتفسخ الحضاري بسبب انعدام الحياء. طبعا احنا عارفين المؤامرات التي تحاك ضد الدين الإسلامي وضد المسلمين، وأهم ما يحاك ضد المسلمين وضد الإسلام هو تفريغ المسلمين من هويتهم الداخلية، تفريغهم من أهم القيم الأخلاقية التي تخصهم، وعلى رأس هذه القيم قيمة الحياء. شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب والدكتور أحمد عمر هاشم تحدثوا عن خلق الحياء وعن أهميته في استمرار الحياة، لأن بفقدان الحياء المجتمعات هتتفسخ زي ما بقول، والمجتمعات هتتفكك، والأسر هتتفكك، وهتضيع الهوية العربية والهوية الإسلامية شيئا فشيئا. الحضارات الغربية بدأت تنهار لأنها قايمة على القيم المادية فقط، أما الحضارة الإسلامية قايمة على القيم المعنوية والقيم الروحية. لو قلنا إن الفتاة اللي بتبلغ في المجتمع الأوروبي سن 17 سنة ولا تمارس الحرية بالشكل الذي يعيشهم هناك، يذهب بها إلى طبيب أمراض نفسية. فلنرى كم الشرور الذي يفعله المجتمع الغربي بالفطرة السليمة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها الإنسان. احنا عايزين برضو نعمل توعية للأمهات ان يبقى فاهمة ان في فرق بين الخجل وبين الحياء، لان بعض الأمهات بتعلم ولادها علشان يقدروا يتكيفوا مع المجتمع المدرسي ومجتمع النادي ومجتمع الشارع، انك ما تتكسفش، انك اعمل كذا، انك اعمل كذا، وبالتالي سادت الفوضى والبلطجة الأخلاقية اللي احنا شايفينها. في فرق بنقول بين الحياء وبين الخجل، بين الوقاحة وبين الصراحة. الإعلام عليه دور كبير جدا. المقررات الدراسية بنطلب ان هي تعود فيها مرة أخرى المناداة والرجوع إلى القيم الأخلاقية وتدريسها للأطفال منذ الصغر علشان يتعودوا على هذه التصرفات. لأن الواحد لما بيشوف الشارع المصري الآن والأطفال فيه سواء بنات أو ولاد، كم الانحلال الخلقي اللي هم عايشين فيه، الحقيقة بيصدم من شكل اللبس اللي بتلبسه البنات، من شكل التصرفات اللي بيفعلوها سواء ولاد أو بنات. وطبعا احنا مش هندفن دماغنا في الرمل، احنا كلنا شايفين الانهيار الأخلاقي اللي حاصل في المجتمع المصري والمجتمع الإسلامي في كل البلدان الإسلامية. كل ده
مخطط لطمس الهوية العربية وطمس الهوية الإسلامية. وأرجع وأقول تاني، لنا في فلسطين أسوة حسنة، رغم الإبادة ورغم، أنا مش هقول حرب لأنها الحرب بتبقى بين جيشين، لكن دي إبادة جماعية لشعب والعقيدة إسلامية. ما شفناش واحدة شعرها اتعرى، ما شفناش واحدة لبسها كان معرفش عامل إزاي. هم في حالة إبادة ومع ذلك ملتزمين. والدليل على كده إن هي حرب ضد الإسلام والمسلمين لما واحد بيمسك واحدة من هؤلاء أو في أي دولة عندهم عنصرية، بيعمل أول حاجة إيه؟ بيشدها من غطاء رأسها، وكأن هو ده الشيء اللي بيكرهوه، الحياء للمرأة. مع إن هم عندهم الملوك والأمراء لبسهم محتشم، احنا ما بنشوفش اللبس الغير محتشم إلا عند الطبقات، يعني عفوا، اللي هي ليها مستوى ثقافي معين وليها مهن معينة وليها كذا، وإحنا بنقلد تقليد أعمى. لابد أن يكون لدينا الوعي والانتقائية والتقييم الجيد للأمور. لابد أكون واعي لكل ما يصدر لي، لأن التصدير ده جواه السم مغلف بالعسل. يأتي لفظ الخلق أو الأخلاق أو الصيغ التي تنبثق عنهما وصفاً لفكر الإنسان وسلوكه دون غيره من المخلوقات، لأن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي منحه الله طاقات متميزة من الإدراك والتفكير وحرية الإرادة، لذا جاء سلوكه مرتبطاً بفكره ومتوافقاً مع ما يدين به من اعتقاد. الأستاذة الدكتورة وفاء سمير، أستاذ الفلسفة الإسلامية والأخلاق بكلية البنات جامعة عين شمس، إمتى ظهر الأخلاق التطبيقية وليه بدأت في فرنسا أولاً؟ الأخلاق التطبيقية ظهرت في الخمسينات والستينات من القرن الماضي بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، نتيجة لتغير المزاج الفلسفي. فبدأوا بقى يفكروا في الإنسان وقيمة الإنسان وحياته، وهل حياته ليها معنى وقيمة وهدف ولا ملهاش، وهل حياة الآخر ليها قيمة عن حياتي، ومين اللي يحدد. بدأت في فرنسا بما كتبته سيمون دي بيفوار 1948. كتبت مقالتين، المقالة الأولى بعنوان عين على عين، والمقالة الثانية بعنوان الجنس الآخر. وتقصد هنا بالجنس الآخر هو المرأة والحيوان، لأن الحيوان هو من الكائنات اللي ليها حقوق زيها زي البني آدمين بالظبط. وبالمناسبة أنا عاملة بحث عن أخلاقيات التعامل مع الحيوان، كيف نتعامل مع الحيوان، وبدأ بالقرآن والسنة، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وضح لنا كيفية التعامل مع الحيوانات. فنحن نسبق الحضارات الغربية بكثير بعظمة الدين الإسلامي، بتعاليمه، بما جاء فيه. فإذا كانت سيمون دي بيفوار أيضا تحدثت عن حقوق المرأة وحقوق الحيوان، فالدين الإسلامي سبقها بذلك. ولكن زي ما بقول، تغير المزاج الفلسفي بعد ما كان بيبحث في القيم الأخلاقية بشكل نظري فقط، بدأ بقى عايزين ينظروا إلى القيم الأخلاقية بشكل تطبيقي. أنا عايزة أحط قواعد ونظم لكل مهنة، أحط لها أخلاقيات وبروتوكول للتعامل ولممارسة المهنة، أخلاقيات للطبيب، للمعلم، للمهندس، للبيولوجي، للمحامي، للمزارع، للجندي، للرئيس، للموظف، لكل مهنة ليها أخلاقيات. وبدأت من هنا تظهر الفلسفة التطبيقية. فعندي ريتشارد ويسستروم في أمريكا، وريتشارد هاري في إنجلترا، وبيتر سينجر في استراليا، وجميعهم تحدثوا عن الإنسان وعن حياة الإنسان، تحدثوا عن رفض العنصرية، تحدثوا عن المرضى المنتظرين، تحدثوا عن القتل الرحيم. والقتل الرحيم ليه معنيين: إما القتل داخل
الرحم أو القتل بهدف الرحمة، تحدثوا عن الإبادة، تحدثوا عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الحيوان. في البداية قوبلوا بالرفض، ولكن مع إن هم أكدوا على هذه الموضوعات بدأت تتغير وجهة النظر من الاهتمام بالمجتمع ككل إلى الاهتمام بالإنسان. الأخلاق بين النظرية والتطبيق، ماذا كتبتِ تحت هذا العنوان وأهم المحاور؟ الأخلاق في البداية الأخلاق هي عبارة عن نظريات فلسفية. عندنا 4 نظريات: نظرية اللذة، ونظرية السعادة، ونظرية المنفعة، ونظرية الأمر الواجب عند كانت. ففي نظرية اللذة بتحدث فيها أو كتبت فيها دراسة طولية وعرضية، لأني تناولت الفلاسفة اليونان سقراط وأفلاطون وأرسطو والرواقية والأبيكورية. تحدثت عن المسيحية عند توما الإكويني وعند أغسطين. تحدثت عن بعض الفلاسفة المسلمين زي ابن مسكوية والغزالي والفارابي. تحدثت عن الفلاسفة في العصر الحديث بدءا من القرن ال17 لغاية القرن ال20. وفي نفس التناول تحدثت عن الأخلاق التطبيقية. يعني سقراط مثلا حتى مذهب أخلاقي. سقراط أول من وضع مذهب أخلاقي ضد ما كان يقوم به السوفسطائيين. السوفسطائيين كانوا بيعتمدوا على بيع العلم والجدل من أجل المكسب. مش مهم أعلم اللي قدامي إيه، المهم هو عايز يتعلم إيه وهيديني كام. فجه هنا سقراط حارب كل ده، وكان بيعلم الطلبة ببلاش، وكان بيعلمهم وهو ماشي في الرواق. عشان كده هناك المدرسة الرواقية. علمهم كيفية التفكير، علمهم كيفية استخراج المعرفة. كانت أمه قابلة اللي هي بتولد الناس. فقالوا إن سقراط بيتبع نفس مهنة أمه، إن هو بيولد المعارف من الطلبة. يعني لو جه طالب وسألني سؤال أنا مش هجاوبه، أنا هسأله سؤال يقوم الطالب يجاوب عليه، أسأله سؤال تاني يجاوب على جزئية تانية، سؤال تالت يجاوب على جزئية تالتة، وصل لإجابة السؤال اللي هو سأله أول مرة. وبالتالي دي اسمها طريقة التهكم، اللي هو التصنع الجهل، عكس التهكم بالمعنى الدارج في المجتمع دلوقتي. التهكم يعني بسخر من اللي قدامي. الناس دلوقتي بتتعامل على بهذا الوصف. لكن التهكم السقراطي هو ادعاء الجهل. انا بس عمال ادعي الجهل مع الطلبة بتوعي عشان هم اللي يتوصلوا للمعرفة، وبالتالي تبقى المعرفة عندهم راسخة، لان هم اللي وصلوا لها بالتفكير بتاعهم وبالاستدلال العقلي. سقراط طريقته دي علمت الناس وفهمتهم. الحكام ما عجبهمش الكلام ده، حكموا عليه بالإعدام. سقراط أول فيلسوف طبق فلسفته، وكان منهجه متفق مع المذهب الفلسفي بتاعه. حكم عليه بالإعدام. حاولوا الطلبة بتوعه وحراس السجن إن هم يهربوه، رفض ليه؟ لأنه مقتنع أو بيحترم قوانين بلاده. كان على قناعة بأن الجسد هو سبب شقاء الإنسان، وأن الإنسان هيبقى أرقى وأسعد حينما تنفصل الروح عن الجسد أو النفس عن الجسد. علشان يعلم تلاميذه أن الإنسان يتحمل مسؤولية الكلمة اللي بيقولها. فكان مطبقا لفلسفته ولأخلاقياته. وجه بعديه أفلاطون وجه أرسطو. ففي هنا التطبيق بقى كان مختلف ما بين فلسفة وأخرى، ما بين مذهب فلسفي عند الفلاسفة المسلمين، عند اليونان في العصر الحديث. كل واحد كان ليه تطبيقاته اللي فيها إما التزم بما قالوا في مذهبه وطبقه أو لم يلتزم. في الفلسفة الإسلامية يقترن دائما النظر بالعمل والعقيدة بالشريعة. فاللي أنا بقوله لازم أعمله، واللي أنا بقوله لازم أطبقه.
لكن الفلسفة اليونانية كانت فلسفة نظرية فقط، مش مهم عندها التطبيق. الفلسفة الحديثة والمعاصرة فيها التطبيق والعمل هنا هيكون على أساس الفعل هقيمه، لأن كل برضو الكلام عن الأفعال الأخلاقية، الفعل هقيمه أخلاقي ولا غير أخلاقي. مثلا أصحاب مذهب اللذة إذا حقق لي لذة، بنتام وهوبز وجون ستوارت ميل قالوا إن الفعل إذا حقق لي لذة يبقى الفعل ده أخلاقي، إذا لم يحقق لي لذة يبقى غير أخلاقي. في أصحاب مذهب المنفعة منهم اللي قال بالمنفعة الفردية والمنفعة الجماعية، وكان المنفعة الجماعية يعني ده الستار، هو برضو بيتكلم عن المنفعة العامة، لأنه قالوا إن من الغباء، ومنهم جون ستوارت ميل، من الغباء إن أنا أضحي بمصلحتي ومنفعتي الشخصية من أجل الآخرين. لكن إذا كانت أنا والآخر مصلحتنا ما فيهاش تعارض فما فيش مشكلة. أصحاب مذهب السعادة هنجدهم، طبعا احنا في فلسفة أو مذهب اللذة ومذهب المنفعة مش هنلاقي فلاسفة مسلمين، لأنهم كانوا أرقى في فلسفتهم الأخلاقية من المستوى ده. لكن مذهب السعادة هنجدهم بيتحدثوا عن عندنا الغزالي وعندنا ابن سينا وعندنا ابن مسكوية، في تأثر بالفلسفة اليونانية، لكن في الجانب التطبيقي العملي عندهم واضح جدا، المستند إلى القرآن وإلى السنة. الفلسفة الحديثة والمعاصرة الجانب التطبيقي فيها برضو بيستند إلى اللذة وإلى المنفعة. مذهب الأمر الواجب عند كانت ضرب بكل المذاهب دي عرض الحائط، لأنه كان عايز يرتقي بالقيم الأخلاقية مرة تانية بعد أن هبط مذهب اللذة ومذهب المنفعة بقيمة الإنسان. ما كل إنسان عايز يحقق منفعة وكل إنسان عايز يحقق لذة، لكن هو ده المعيار اللي أنا هقيم بيه الناس عندهم أخلاق ولا ما عندهمش؟ لا طبعا، الأخلاق أرقى من كده بكتير. وعشان كده قال بمبدأ الأمر الواجب والإرادة القوية، إن الأمر الواجب عند الإنسان هو اللي هيحركني، والإرادة القوية هي اللي هتساعدني أعمل ده وما أعملش ده. فأنا مثلا لو قدامي واحد بحبه وواحد ما بعرفوش وبعمل نفس الفعل الخلقي مع الاتنين، مع اللي معرفوش هيعتبر عند كانت فعل أخلاقي، مع اللي بحبه مش هيعتبره فعل أخلاقي، لأنه استبعد المشاعر والعواطف وقال ان ده اللي هيحرك الانسان للفعل الخلقي. بس في انتقاد هنا لكانت، لان بنقول حتى الرجل الفاضل لا يستطيع ان يطبق نظرية كانت الاخلاقية، لان كانت نسي ان من ضمن المشاعر والعواطف والوجدانيات اللي هو استبعدها مع مذهب اللذة ومع في مبادئ سامية زي الصداقة وزي الحب وزي مساعدة الآخر وزي التضحية من أجل الوطن، دي كلها بتعتمد على المشاعر والعواطف، وكلها مبادئ وقيم أخلاقية سامية. ماذا عن الحرية في فكر الفلاسفة؟ ما هو تأثير التكنولوجيا على القيم الأخلاقية؟ ما هي رؤيتها الفلسفية لحياة الإنسان؟ ماذا عن القيم الأخلاقية ومشكلتها في الفكر الفلسفي؟ كل هذا وأكثر نتعرف عليه من خلال الحلقة القادمة من ملامح الأستاذة الدكتورة وفاء سمير، أستاذ الفلسفة الإسلامية والأخلاق بكلية البنات جامعة عين شمس.